قرر لجنة الاستئناف التابعة للكاف بخصوص كأس إفريقيا المغرب 2025 ماشي مجرد ربح كروي، وإنما هو انتصار لمنطق المؤسسات والقانون الدولي الرياضي. القصة بدأت فاش المغرب حط ملف متكامل، ماشي غير في الملاعب أو لا البنية التحتية، ولكن بضمانات قانونية ومساطر اللي كتحترم دفتر التحملات بدقة ميكروسكوبية. فاش صدر قرار لجنة الاستئناف كان تأكيد على أن السيادة المغربية في تنظيم التظاهرات القارية هي خط أحمر اللي مبنية على تقارير تقنية وقانونية ما فيهاش لغة الخشب. هذا القرار كيعني أن المملكة ولات رقم صعب في المعادلة الدولية، حيث كتعرف كيفاش تدافع على الحقوق ديالها داخل أروقة المؤسسات والهيئات التحكيمية. هذا التتويج القانوني قبل ما يكون كروي هو رسالة للعالم باللي المغرب 2025 كيفرض احترام القانون والشرعية الدولية في كل خطوة كيديرها. ودابا من بعد ما حسم القانون هذا الجدل، واش كتشوفوا بلي قوة المغرب اليوم ولات في هذا التمكن القانوني والسيادي أكثر من أي وقت فات؟ كنتمنى تشاركونا الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش القاعدة الثلاثية جيم وكومونتير وبارطاج باش أن الفيديو ينتشر على أوسع نطاق. وتحياتي للجميع.